الا بغات هي، انا ماشي انا، الا بغات هي. المهم ليسونسيال هو ان هي راه امراه صالحه، هذا هو الواقع. الحمد لله. هذا هو ندوزو واحد السؤال ما غيعجبش ايمان. ماشي مشكل، ايمان بغا يعجبها كلشي. مع او ضد تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات واخو اش غادي نقول الانسان اللي غادي يتزوج بصراحه عادي. لا بصراحه جهه ايمان راه كاينه في الكواليس. لا بالعكس. شوف الا الانسان يقدر على جوج عيالات ولا ثلاثه ولا اربعه يتزوج، الا غيقدر. ولكن دابا الحمد لله الانسان عنده غير مراه فيها 50 بحال المراه اللي عندي انا، اذا جات تزوج على هذيك دير لها، هذه راه فيها 10 ما يمكنش تزوجي. راه بركه عليا ال10 اللي عندي، راه الله يجعل البركه. انت زعما الحمد لله ماديا دابا ميسور، ولكن اذا غتجبد عليا صداع انا ضد هذه الفكره ان بنادم يتزوج 4 ديال لان غيتعدى عليهم. والله سبحانه وتعالى قال لك يعني ما غاديش يعدل. خصك تعدل بيناتهم، وراه ما يمكنش يعدل بيناتهم. اذا انت ما ديرهاش؟ لا ما نديرهاش. انا ضد هذه الفكره اصلا، بس خصها ماشي انا حتى حد ما خصو يديرها. اوكي مزيان. اذا عادل الميلودي ضد تعدد الزوجات. اخر سؤال في الرياضه. الرياضه سبور مرحبا. مع او ضد من يقول ان من اكبر اخطاء في تاريخ فريق الرجاء البيضاوي هو فتره رئاسه السيد بودريقه؟ لا انا نقول اخي بحاجه اللي ما عجبنيش في الرجاء البيضاوي هو السي حسبان، خصو يحيد من الرجاء نيشان. انا تنقولها لي امام الملأ وامام العالم، ذاك السيد خرج على ذيك الفرقه يبعد منا، هذا هو الواقع. الرجاء عالميه بلا ما يرد وطنيه، ديك الفرقه عالميه، خصو يبعد من ديك الفرقه، يدير خير. ولا ما بغاش يبعد منا يوقف الفرقه كيف كانت ويعطي اللعابه الحقوق ديالهم ويولي مزيان. هادشي اللي بغينا حنا، راه ما بغيناش من فوق هادشي هذا. انا انسان رجاوي حتى الموت، انا يعني رجاوي ديال بصح، ولاعب ديال الرجاء البيضاوي ديال جونيور سابقا. انا والشادلي مصطفى الشادلي هو كان حارس ملي كانت جمعيه العالم، اللي كان كنمشي نتريني في 7 سيدي عثمان. يعني من ذاك الوقت وانا انسان كنموت على الرجاء، هذا هو الواقع. انا عندي في الحياه ديالي عندي الرجاء البيضاوي وبرشلونه، ولكن حسبان خصو يبعد من ذاك الفريق، والا ما بغاش يبعد من ذاك الفريق يعطيه الحق ديالو. هذا الشيء اللي كاين. يلا نسدوا الملف الثالث والاجوبه ديالك. مازال غير سؤال مرحبا، وماشي ديالي، سؤال الجمهور. اي سؤال الشعب لفنان الشعب وسفير التراث الشعبي عادل الميلودي. غادي نستقبلوا سؤال الجمهور. سي عادل، السؤال لك انت اللي غادي تحل تماما بالمكبر. غادي نكبروا لك، بسم الله، غادي تحلوا، غادي تقرا لنا السؤال. هو سؤال من بين مجموعه من الاسئله طرحها عليك الجمهور وبغيناك تجاوبنا. شي سؤال اخر انا لا والو، غير واحد. حسب لي كتقلب على شي شاك ولا شي حاجه. عندكم شيكات هنا. قال لك هل زوجة عادل الميلودي هي من تسيطر على مشاريعه الشخصيه والمهنيه؟ هل زوجة عادل الميلودي، مسكينة زوجة عادل الميلودي مظلومه في خبرك، اقسم بالله. كلشي كيقول عليها انها زوجه متسلطه، وانها هي اللي متحكمه فيك، وانها هي اللي يعني حقره عليك، وانت يعني كتمشى غير بريها. هذا هو اللي عاجبني في هذا الكلام هذا اللي كيهضروا هاد الناس هذو. الا كانت عندي امراه موقفاني وقاداني ورداني، يعني سيد الرجال كما كتقول لي انت سيد الرجال، ينفع تكون عندك امراه انت راجل كيكون عندك تقول لي سيد الرجال كيفتخر براسو. هاد المراه هذه ماشي غنعطيها هاد المشاريع، نعطيها اي حاجه، العمر ديالي نعطيها لها اي حاجه غتاخذها معززه مكرمه. فين كاين المشكل؟ الا كانت هاد المراه واش هاد المراه هذه مصيفطاني كان ساعه؟ لا خير باين عليك. الحمد لله المراه هذه قاداني وما خاصني حتى خير، ما عمرني عقلت على راسي الى يومنا هذا كنقول شي حاجه كتكون حاضره كما كانت هاد الحاجه. اقسم بالله ذاك النهار كنا مشينا بغينا نشريو قهوه، نمشيو نشريو قهوه، قلت لي انا باغي نشريو قهوه، وهاد القهوه تخدم من دابا 4 سنين بزاف، انا راه بزاف. قلت لها انا باغي نشري الرونج، قالت لي دابا. اذا هذه المراه شنو كتسيطر؟ علاش كتسيطر؟ هاد المراه كدير ليها الخاطر وخير الفكره ديالها، يمكن راه احسن الفكره ديالك عادل. يعني عندها فكر استثماري باغيه تستثمر الفلوس وهذا، وانت عندك فكر استهلاكي باغي الطوموبيل. انا باغي نعيش، انا انسان. شوف واخا هكاك وافقاتك. هو نورمال اختي، انا راه ما عايش في صغري، انا واش ما نعيش في كبري.
انا صغير ما كانش تحلقت لك، ما عندناش هذيك النظره، ما خلينا ما درنا. علاش ما نكبر ما نعيش ماشي من حقي؟ من حقك. انا كنت كنمشي شحال هادي انت مالك عندك الرونجل، ها هي ولات عندي الحمد لله بخير، الله سبحانه وتعالى معاوني، كلشي ديال المراه مزيانه. اذا فين عندي المشكله؟ وحنا غاديين بخير وعلى خير وما عندناش الخصامات وغاديين مزيان كلابس وداكشي ديال ابوسه كلشي ديال الله، المهم داكشي ديال الله. عادل شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا جزيلا انك لبيتي الدعوه وانك جاوبتي على الاسئله وكان لك حق الرد. كان لي حق الرد. كان لك حق ورديتي وانت ما كنخافش عليك في الرد. كلشي ديال الله، حنا كنهضروا غير بداكشي اللي كاين، والحقيقه دائما في دقيقه. اختي ماجده الكيلاني والعالم هاني وكل شيء ديال الله. شكرا عادل. مرحبا. دائما انا كنهي اللقاءات ديالي معك بابتسامه وكل شيء ديال الله. نورمال، كل شيء ديال الله، كل شيء ديال الله، ديال الله. اذا مشاهدينا كانت هذه حلقه عادل الميلودي لكل الاسماء والشخصيات التي تم ذكرها، كذلك حق الرد. غنضرب لكم موعد الحلقه المقبله بحول الله.